في استراتيجيات الحرب دائما ما يقال بأن الحرب خدعة، ومصر طبقت ده بحذافيره في عملية تعتبر من أكثر العمليات المخابراتية نجاحا في حربها مع إسرائيل، واللي بتسمى بعملية الحفار. طيب إيه هي أحداثها وليه هي واحدة من أهم العمليات المخابراتية نجاحا في العالم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة، ولكن قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. بعد نكسة 67 ورغم ضعف الجيش المصري إلا إنه كان تاعب الجيش الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، وحرب الاستنزاف دي كانت عبارة عن عمليات صغيرة كده بتقوم بيها القوات الخاصة في الجيش ضد العدو. يعني كان كل فترة بينزلوا على موقع أو كتيبة إسرائيلية يضربوها في عملية خاصة، ومش بس كده دول كمان كانوا بياخدوا منهم أسرى، وبالتالي كان لازم يكون في رد قوي من الجانب الإسرائيلي علشان تحسن صورتها قدام العالم. على لسان أسطورة المخابرات المصرية البطل محمد نسيم منفذ عملية الحفار، واللي بالمناسبة هو المشرف على عملية رأفت الهجان، قال إن عملية الحفار من جانب إسرائيل هي كانت محاولة لإذلال مصر. وبالمناسبة الحفار ده للي ما يعرفش هو حفار للتنقيب واستخراج البترول. فلك أن تتخيل إن يبقى الشعب المصري وجنوده في الضفة الغربية وإسرائيل في الضفة الشرقية بتطلع بترول على أرض مصرية. طبعا معناها ضخم. احنا كمصريين قواتنا قاعدة في الضفة الغربية وناسنا في الضفة الغربية. في الضفة الشرقية القوات الإسرائيلية محتلة، قدامنا قدام المواطن المصري أو الجندي المصري عايزة تيجي تجيب حفار وتحطه قدام ده وتستخرج بترول، وهي أصلا وضع ايدها على البترول في جنوب سيناء، لكن هي عملية مقصودة إذلال لمصر وللقيادة المصرية، تقليب الشعب المصري على قيادة. في الوقت اللي أعلنت فيه إسرائيل عن التنقيب بالحفار كان مصر ما قدامهاش غير حلين، يا إما إن مصر تستنى دخول الحفار وتبدأ المواجهات المباشرة لمحاولة تدميره، يا إما تعترض طريق وصول الحفار قبل ما يدخل مصر. والحل التاني هو اللي كان الحل المرجح وقتها، لأنه ببساطة الجيش المصري كان فاقد أغلب قوته وقتها، وطبعا كان تأمين الحفار هيكون تأمين قوي جدا، فكان من المستحيل على الجيش المصري إنه يدخل في أي مواجهات مباشرة ضد الجيش الإسرائيلي. وعليه قدم رئيس المخابرات المصري أمين هويدي مذكرة للرئيس جمال عبد الناصر بتفاصيل العملية، وهي منع وصول الحفار لمصر، وطبعا وافق الرئيس على العملية. الحقيقة أن عملية الحفار كانت مختلفة جدا عن أي عملية قام بيها جهاز المخابرات المصري، وزي ما قال البطل محمد نسيم إنهم كانوا بيشتغلوا على أكتر من جهة في نفس الوقت، زي تجهيز الضفادع البشرية من البحرية المصرية من جهة، وتجميع كل المعلومات اللي تخص الحفار والشركة المصنعة ليه ومكان تواجده وتحركاته واي حاجه كبيره او صغيره عنه من جهه تانية. وده طبعا ما كانش امر سهل. قامت المخابرات بتجهيز شبكه كامله من العملاء ليهم في الخارج، وده علشان يوصلوا لكل معلومه كبيره او صغيره عن الحفار. بدايه الخيط كانت مع وصول معلومه ان في حفار اسمه كينتنج اتحرك من كندا للسنغال، ومن المحتمل ان يمر ب7 محطات قبل ما يوصل لمصر، وبالفعل طلع هو الحفار الاسرائيلي. وكانت هنا اول محاوله من الجيش المصري لتدمير الحفار. دخل نسيم ورجالته للسنغال بجوازات سفر غير مصرية، وبدأوا في الانتشار على النقط اللي هيوصلوا منها للميناء الموجود فيه الحفار. ولكن خلال ده لقوا ان الحفار اتحرك قبل ما يزرعوا فيه المتفجرات، وقال نسيم انه ارتاح لما لقوا الحفار اتحرك رغم فشل العملية. وهنا بيجي السؤال البديهي، ليه نسيم ارتاح؟ لان يا سيدي وببساطة في السنغال كان موجود اللانشات المسلحة الفرنسية، واللي كانت مصعبة المهمة جدا على الفريق المصري هناك، وكان من المحتمل ان ينكشف امرهم والمهمة تفشل. طيب الحفار كده خرج من السنغال رايح على فين؟ اتحرك الحفار وراح على ابيجان في ساحل العاج، واللي كانت في نفس الوقت بتجهز لاستقبال رواد فضاء امريكان. وعليه اتحرك نسيم لتجهيز عملية تانية لاستهداف الحفار، واللي بدايتها كان سفر نسيم لروما ومعاه المعدات اللي هتستخدم في التنفيذ، ومن روما على باريس. ودي كانت اهم نقطة، لانه خلال سفره من شباك الطيارة شاف الحفار لاول مرة، وقال ان ده كان اول واهم استطلاع للحفار بعينه، لانه عرف يحدد مكان الحفار وتأمينه بالظبط، واللي كان في اخر نقطة في المينا ووراه مبنى كبير ودايما فوق طيارة بتلف لحمايته. دخل خلاص نسيم ساحل العاج واخد قرار ان تنفيذ العملية هيكون بالتزامن مع وصول الرواد الامريكان، وده ببساطة لانه كان عايز
يستغل انشغال البلد في حدث وصول رواد الفضاء دول والاحتفال بيهم، وفعلا قد كان. في ليلة 8 مارس سنة 1970 بدأت تنفيذ العملية ب4 من الضفادع البشرية المصرية، وهم الملازم أول حسني الشراكي، والملازم أول محمود سعد، وضابط الصف أحمد المصري، بالإضافة لقائدهم الرائد خليفة جودة. وبالمناسبة العملية كان متخطط لها إنها تتم ب8 أفراد مش 4، ولكن لضيق الوقت ولأن ال4 دول هم اللي كانوا بالفعل وصلوا السنغال بدأ تنفيذ العملية أو تم التنفيذ بيهم. خدنا الطقم وتوكلنا على الله ورحنا الغابة ووصلنا، ومن حتة أبعد شوية نزلنا الطقم ونزلت أنا والأخ خليفة الرائد خليفة وطقم الضفادع بالمعدات بي جاهزين، ونزلوا في أول مية ونزلوا، وأنا قعدت أنا والأخ خليفة عند الطعم رجلينا حتى بالجزم كده في المية. اتحرك نسيم ورجالته 20 كيلو لجوه الغابة اللي هتوصلهم للمينا اللي فيها الحفار، واختاروا نقطة بعيدة عن الحفار ونزل منها 3 ضفادع، ووقف الرائد جودة ونسيم يراقبوا الوضع من بره. وبدأت الضفادع في تركيب المتفجرات في الحفار، واللي كانوا في نقطتين رئيسيتين في الحفار. وبعد تركيب المتفجرات في الحفار ركبت الضفادع أول طيارة لمصر ووصلوا بالسلامة. أما نسيم ففضل لوحده في ساحل العاج ينتظر نتيجة التنفيذ. والساعة 7 ل 5 صباحا وعلى بعد 2 كيلو سمع نسيم أول صوت تفجير، والتاني وراه، ومن بعده التالت، وتحول الحفار لكومة من الحديد أو الخردة. وسمعت سمعت تفجير. طبعا زي ما بقول لحضرتك الصوت على مستوى 2 كيلو تقريبا، فسمعت أول صوت قلت الحمد لله ادي واحد. احنا عاملين 2 تفجير للبريمات وفي النص واحد عشان العمود الوسطاني بتاع العمود. فهوب سمعت اول تفجير، مفيش 5 دقايق التفجير الثاني، مفيش 5 دقايق التفجير الثالث. وبيبعت نسيم برقية للرئيس جمال عبد الناصر مكتوب فيها مبروك الحاج، والحاج هنا مقصود بيها عملية الحفار، وتمت العملية بنجاح صاحب. الجدير بقى بالذكر ان كان فيه 3 مقترحات لتنفيذ العملية دي. الاولى ان يتم الاستعانة بسفينة مصرية كانت شغالة في البترول تضرب الحفار بالصواريخ في ميناء مصوع بالسودان، او ضربها بالطيران المصري في حالة دخول الحفار للبحر الاحمر، او ان زي ما حصل تتم العملية بعيد عن مصر بدون معرفة هوية المنفذ. وده فعلا اللي حصل، وحط اسرائيل في مأزق قدام العالم كله، وده لانها ما قدرتش تحمل حفار ولا حتى انها توصل بيه داخل اراضي مصر. وانقلب السحر على الساحر، وبدل هي ما تذل مصر اتذلت هي قدام العالم كله، علشان تكون العملية دي من اهم وانجح العمليات للمخابرات المصرية في حربها ضد اسرائيل. الحقيقة ان الحكايات اللي من النوع ده كتير، وبتبين ان انتصار مصر على الكيان الصهيوني ما كانش في اكتوبر وبس، لكن كان على مر سنين وبعمليات متنوعة، وان شاء الله في الحلقات الجاية نحكي منها اكتر. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. شكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.